السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفة وترك. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مخلل اللفت السريع بطريقة مفيش أبسط من كده. هتعمليه من بالليل وتحضريه وتاكلي منه على الفطار الصبح. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله توكلنا على الله. معايا 2 كيلو من اللفت. أنا عايزاكي تقطعيه زي ما انت شايفاه معايا كده، يكون حجمه متوسط علشان يتخلل معايا بسرعة. وبعد كده هنجهز معانا حلة على النار ونحط فيها 2 لتر من المية، وهقولك ليه هنحط 2 لتر بالظبط، ونغطيها لغاية لما تغلي معانا. أول ما الحلة تغلي معانا هنطفي النار على طول، وأنا معايا البنجر بكون مفرزاه، هاخد منه 3 أو 4 وحدات على حسب حجمهم، وأحطهم على طول في المية المغلية عشان ينزلوا اللون بتاعهم بسرعة. خلي بالك أنا طافية النار. خلاص كده حطيت البنجر معايا، هجيب بقى اقلبه كويس، وبعدين اجيب اللفت وابدا اسقط اللفت معايا جوه الميه السخنه زي ما هتشوفي معايا كده بالظبط. باكد عليكي تاني، انا طفيت النار اول ما النار غليت معايا، الميه غليت معايا، انا طفيت النار على طول. هبدا بقى اقلب اللفت معايا كويس في الميه المغليه بحيث ان انا اغطيه كله بالميه، مش عايزه جزء يبقى فوق ما طلتهوش الميه. خلاص كده تمام، قلبنا اللفت معايا كويس. بعد كده هنجيب الغطا وهنغطيه لمدة قد ايه، دقيقتين بالظبط، ما تزوديش عن كده عشان يفضل محافظ على القرمشة بتاعته. كده خلاص عدى معايا الدقيقتين. هبدأ بقى اجيب جنبي البرطمان اللي انا غسلاه كويس ومنشفاه من جوه كويس جدا، وابدأ اطلع اللفت كله واحطه معايا جوه البرطمان. هنبدأ نعبي الكمية معانا كلها جوه البرطمان. في الوقت ده المية معانا هتبدأ تهدى شوية لان الجو ساقع، فالمية هتهدى معايا بسرعة. كده انا عبيت كل كمية اللفت. هبدأ بقى شغلي كله في المية اللي بدأت تدفى معايا. عايزة اقولك على معلومة مهمة، اساس اي مخلل معاكي حاجتين: مية مغلية وهادية يعني تكون باردة، والملح. انا هنا بقى هشتغل بمية مغلية سخنة، وهحط الملح. هنحط قد ايه ملح؟ لكل 4 كوبايات مية اللي هما بما يعادلوا اللتر، 4 معالق ملح بس مش هرمية، مش مليانة، ومعلقة سكر واحدة بس. انا هنا حطيت 8 معالق ملح، وحطيت معلقتين سكر، وحطيت ربع كوباية خل. هبدأ امزج كل المكونات دي مع بعضها كويس. وهقولك بقى ليه دلوقتي انا عملت 2 لتر، لان انا البرطمان بتاعي بياخد تقريبا 2 لتر الا ربع من المية زي ما انتي هتشوفي معايا دلوقتي. فانا جهزت بس معايا 2 لتر زيادة عشان املى بيهم البرطمان، يبقى المية اللي غليت معايا هي المية المعقمة اللي انا هستخدمها معايا على طول في البرطمان. هاملة بقى البرطمان معاكم لغاية اخره مية خالص، لغاية لما اغطي اللفت كله، وهغطيه وهسيبه ليلة كاملة من بالليل لغاية الصبح، وهفتحه معاكم الصبح ان شاء الله ونشوف شكل المخلل مع بعض. ما شاء الله ده كده شكله الصبح. كان ما شاء الله كان شرب كويس قوي من طعم الملح، وكانت خليل حلو جدا. العيدان كمان كانت استوت رغم ان هي بتتأخر شوية في السوا. اللون ما شاء الله كان مظبوط جدا، لان احنا طلعنا لون البنجر بسرعة لما احنا غلينا المية. فهو ما شاء الله مظبوط جدا جدا، مش هتحسي ان انتي عملتيه بسرعة ولا حاجة، اكنك كنتي سايباه مثلا وفاتحة عليه بعد 3 أو 4 ايام. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم ياريت تكتبولي تحت في التعليقات. ولو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تيجي تنوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.